بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنستكمل اللي احنا وقفنا عليه في الفيديو اللي فات بإذن الله، وهنكمل مع بعض المسقط الثالث، استنتاج المسقط الثالث، وهنخش على حاجة جديدة اللي هي القطع في الرسمة، ونعمل تهشير ازاي. فاول حاجه النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض، هنشوف لو عندنا هنجيب مسقط ثالث، لو عندنا تمرين بالشكل ده عايزين نجيب له المسقط الثالث. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا اول حاجه بنعملها يبقى عندنا مثلا هو مديني ان ده الفرونت او الاليفيشن، وده البلان. هو طالب مني عايز اجيب السايد. تمام، اول حاجه قلناها او اتفقنا عليها المره اللي فاتت ان احنا بنعمل خط بزاويه 45 من الاليفيشن. تمام، وبعد كده بنستنتج المكان او بنعمل الحيز اللي احنا بنشتغل فيه، اللي احنا بنستنتج فيه السايد. جايين عاملين خطين كده من اخر بعد في الرسمه، جايين عاملين خط من اخر بعد هنا ونعمل خط، يبقى ده المكان او ده الحيز اللي انا هعمل فيه السايد بتاعي. ممكن نمسح الخطوط دي عادي، مفيش اي مشاكل. طيب بعد كده هنشوف احنا دلوقتي عايزين نستنتج السايد. قبل اتفقنا برضو على حاجه المره اللي فاتت ان احنا قبل ما بنبدا في اي رسمه لازم نشوف الرسمه نحللها بعينينا، لازم نستنتج نعمل لها وصف او نعمل لها تصور في دماغنا، مش لازم بنسبه 100% بس على الاقل ان احنا يكون عندنا تصور للرسم. تمام، فهنيجي دلوقتي احنا عايزين نبص على الرسمه من الجنب، تمام، من السايد. فاللي هيظهر لي في المستوى ده لو انا عملت له امتداد هيعمل لي امتداد خط كده بامتداد الشكل. عرفت منين اللي هو خط بامتداد الشكل؟ لان انا شفت المستوى ده جاي من البلان، واخد الخط ده واخد الجزء بتاع البلان كله. تمام، طيب في عندي هنا خط داش لاين. طب تعالى الاول نحلل الرسمه دي مع بعض. هبص هلاقي فيه هنا في البلان في خطين داش، تمام، في ما بينهم سنتر لاين. فالخطين دول بتوع ايه؟ هاجي ابص في الاليفيشن الاقي ان في دايره هنا في النص، تمام، مثلها لي في البلان خطين داش وخط سنتر لاين. تمام، في خط بعديهم خط سوليد وخط سوليد. بتوع ايه الخطين السوليد دول؟ ده بتوع نهايه الجسم اللي هو الجزء الدائري ده، نهايه الجسم هنا ونهايه الجسم هنا مثلهم بخطين علشان لما جيت بصيت على الشكل من فوق. تمام، طيب في عندي خط داش هنا وسنتر لاين، وهنا خط داش وسنتر لاين. طيب الخط الداش ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي مادام انا شفت سنتر لاين يبقى ده اكيد بنسبه كبيره ان دي دايره او ده جزء ثقب فيه ثقب. تمام، فانا دلوقتي عايز اعرف الداش ده بتاع ايه. طب هو الداش ده اتفقنا لما يكون في جنبه سنتر يبقى ده دايره. طيب دلوقتي الدايره دي احنا دايما متعودين ان الدايره بتكون خطين داش وفي خط سنتر لاين ما بينهم. لا، طب ده بقى جايب لي خط سنتر لاين ومعاه خط داش واحد. تمام، طب معنى كده ان الجزء الثاني من الدايره مفتوح اهو. لما تيجي تبص عليها من البلان هتبص هتلاقي الجزء الدائري وبعد كده في جنبها جزء مفتوح. تمام، نفس الموضوع متكرر في الجزء اللي على اليمين لان في سيمتريه في الشكل. طيب تعالى نجيب بقى الاسقاط بتاعنا. لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان الخطين دول النقطه دي والنقطه دي لما جيت بصيت عليهم في البلان كانوا ظهروا لي نقطه. تمام، طيب لما اجي ابص عليهم من السايد هيظهروا لي خط، فهيظهر لي خط هنا، تمام، وخط هنا. لو انا مش عارف مكانهم هجيب لهم امتداد على خط 45، ودي اعمل لها امتداد على خط 45 واروح جاي مطلعها. تمام، طيب نيجي على الجزء اللي فوق. لما اجي ابص هنا اشوف هلاقي فيه اللي هو الجزء المنحني، الانحناء ده في مرفوع، يعني في الانحناء عندي ما فيهوش اي كسرات فهيبان ادي خط، اول خط اهو، واخر خط بتاع الشكل عندي هو اللي بيمثل لي الجزء الدائري ده كله. تمام، طيب الجزء ده فيه ثقب هنا او دايره واخده الشكل كله. طب الدايره دي همثلها هي موجوده داخل الجسم، فانا بالتالي مش هشوفها، لازم همثلها بخطين داش. فاعمل خط
من اخر بعد للدايره اروح جاي اعمل لها خط داش كده، واخر بعد تحت اعمل لها خط داش هنا، واروح جاي اعمل سنتر لاين. يبقى انا كده مثلت الشكل بتاعه، ده السنتر لاين بتاع الثقب اللي عندي. يبقى انا كده مثلت الشكل، جبت المسقط التالت ليه. طب ده احنا كده كنا بنراجع يعني حاجه بسيطه على اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. تعال بقى نخش في حاجه جديده اللي هي القطع والتهشير بنهشر ازاي. طيب تعالى خلينا نخلي الرسمه دي زي ما هي، وهنشتغل على حاجه صغيره كده. لو انا جيت عملت لك ايزومتريك كده، قلت لك ان كان في دايره في الشكل او ثقب واخد الشكل ده كده. تمام. لو قلت لك ان الجزء ده فيه ثقب، طيب الثقب ده لما كنا بنيجي نعمل له مسقط، لو احنا مثلا هنبص من هنا فالمسقط بتاعه كان هيظهر بالشكل ده، كان هيبقى عامل كده حاجه زي حرف ال. تمام. وكنت لما باجي ابص هنا بيبقى في دايره، فانا مش هشوفها وبمثلها بسنتر لاين وخطين داش. طيب انا دلوقتي مش هعمل كده، انا دلوقتي بقى ايه، انا طالب منك تقطع لي في الشكل بمستوى بيمر في نص الثقب ده بالظبط. تمام. بيمر بنص الشكل بالظبط. انا عايز اقطع الجزء اللي في الاول ده، هقطعه واشيله وارميه. تمام. وبعد كده بعد ما اشيله وارميه انا بقى بقول لك اللي انت هتشوفه ده هيظهر لك ايه. تمام. فانا لو جيت قطعت كده في الشكل هيبقى الشكل عامل كده. تمام. ده الشكل اللي هيظهر لي. معلش الابعاد دي ممكن نديها شويه عشان احنا شغالين بايدينا. طيب ده الشكل النص التاني من الرسمه اللي انا كنت راسمها. تمام. فانا علشان اقطع في القطاع ده لازم بهشر الجزء اللي انا قطعته. تمام. بدل انا قطعت في ماتيريال في ماده، لازم بعمل تهشير للماده دي. تمام. طيب انا هنا جيت في هواء، ده ثقب انا قطعت في نص الثقب، فالهواء ده مش هعمل فيه حاجه، هقشر بس الجزء اللي الماتيريال اللي انا قطعت فيه في الماده. تمام. انا بتخيل ان انا بقطع في بالمنشار. تمام. فالمنشار مشي قطع في الماده هنا. تمام. جه عند الحته دي قطع في هواء، فانا مش ههشره، هاجي هنا هلاقي قطع في الماده فبهشره. طيب انا دلوقتي عملت قطع في الشكل ده، ودلوقتي عايز اشوف بقى لما انا اجيب له مسقط وابص من نفس الاتجاه اللي انا كنت ببص منه، المسقط بتاعي هيظهر لي ازاي. المسقط بتاعي هيظهر لي بنفس الشكل، بس الفرق الوحيد ان الخطوط الداش دي هتظهر لي خطوط سوليد. تمام. فاروح جاي اعمل خطوط الداش دي اعملها خطوط سوليد. طيب وبعدين هعمل تهشير للجزء اللي انا كنت قطعت فيه. طيب صفات التهشير ده ايه؟ اولا خطوط خفيفه زاويه 45 درجه، الفرق ما بين كل خط وخط مسافه من 2 ل 3 مللي. تمام. يبقى تاني كده خطوط التهشير خطوط خفيفه بزاويه 45 درجه، الفرق ما بين كل خط والتاني 2 ل 3 مللي. هاجي اعمل التهشير بتاعي على المسقط بتاعي زاويه 45 درجه، خطوط خفيفه، المسافه ما بين كل خط وخط من 2 ل 3 مللي. طبعا انت مش هتقعد تقيس كل المسافه ما بين كل خط وخط 2 ل 3 مللي، انت بتشوف اول خطين وبعد كده بتعمل مسافه تقديريه بعينيك بتكون متساويه. ده بالنسبه للتهشير. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ده كده ايه القاعده
العامه للموضوع التهشير والمسقط لما اجي ابص فيه بهشر ازاي. تمام. تعال نطبق الموضوع ده على الشكل اللي احنا كنا بنجيب ليه المساقط بتاعته في الاول. تعالى نتخيل كده ان احنا نرسم ايزومتريك للشكل ده كده. ده ايه؟ يعني رسم الايزومتريك بالنسبه للشكل ده. تمام. فانا لما جيت بصيت من الجزء ده، احنا كده هنراجع تاني. لما جيت بصيت من الجزء ده شفت المستوى مربعين، تمام، وفي ما بينهم فاصل اللي هو اللي بيمثل لي الانحناء ده اهو مربعين، تمام، والجزء اللي فيه نص دايره اللي هو جزء مفرغ. تمام. لما جيت بصيت فوق الخط ده والخط ده والجزء الانحناء ده كله انطبق على بعضه بقى مستوى واحد، مثل لي بداية الانحناء، تمام، ونهاية الجزء اللي فيه انحناء فوق. تمام. والدايرة اللي هي الثقب اللي جوه، تمام، انا مثلته بخطين داش اهو. طيب انا دلوقتي بقى طالب منك ان انت تقطع في البلان. تمام. هتقطع بالشكل ده كده. تمام. وهتقطع في الاليفيشن وتبص في السايد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في البلان هيبقى انا اول حاجه هيجي لي البلان والاليفيشن، هيجي لي المسقطين هنقلهم في ورقه في اللوحه. تمام. طيب بعد كده هروح جاي عامل اشوف اللي هو طالب يقطع في انهي مستوى. هو دلوقتي طالب يقطع ان هو يقطع في المستوى اللي في النص ده. طيب لما الاقي السهمين اللي فوق كده، ده معناه ان انا هسيب الجزء اللي تحت ارميه في الزباله. تمام. والجزء اللي فوق هو اللي هشوفه. تمام. طيب هشوفه فين؟ هشوفه في الاليفيشن. طيب تعالى نبص كده مع بعض. لما نيجي نقطع في الجزء ده كده، يعني انا عايز اقطع في مستوى يقطع كده النص الشكل بالظبط. تمام. فطبعا الجزء ده كله، الجزء اللي في الاول ده هيتشال. تمام. طب هشوف ايه بقى جوه؟ تعال نشوف كده. اللي انا هشوفه، اتفقنا ان اي خط سوليد، اي خط داش هنشوفه سوليد. فخط الداش ده هعمله سوليد اهو. تمام. طيب الخط الداش التاني هعمله سوليد. طيب هبص انا كده ماشي اهو، طول ما انا بقطع بالمنشار. تمام. ماشي في هواء. تمام. بعد كده بدأت ماتيريال، مشيت في مادة. من اول هنا هعمل تهشير. تمام. طول ما انا ماشي عمالي بقطع في مادة اهو، بقطع لغاية ما اوصل لهنا ببقى هواء. تمام. بعد كده هواء. فانا هفضل ماشي بهشر تهشير بزاوية 45 الجزء ده كله. يبقى انا كده عملت المطلوب مني. تمام. طيب نيجي دلوقتي نعمل تهشير بالنسبة للسايد. انا دلوقتي طالب منك هعمل لك سهم كده وسهم فوق هنا. تمام. بقول لك هتقطع لي في نص الرسمه. تمام. واللي انت هتشوفه في السايد. فانت دلوقتي الجزء السهم رايح كده، يبقى انا هسيب الجزء اللي على الشمال ده هرميه، وهبص وهتخيل ان انا عندي الجزء اللي على اليمين ده هو اللي فاضل، وهشوف هيظهر لي ايه هنا. فانا لما اجي هقطع قلنا الخط الداش هيبان لي سوليد، فاروح جاي الداش هيبقى سوليد والداش ده هيبقى سوليد. تمام. طيب انا دلوقتي قطعت في نص الرسمه. الجزء ده كنت شايفه لما كانت الرسمه كامله. طب انا قطعت في النص هنا، يبقى الجزء الاول جزء من قبله ده هرميه خالص، فهيظهر لي الشكل عامل كده.
هيظهر لي بالشكل ده كده. ده الجزء اللي انا قطعت فيه، اللي انا مشيت فيه في الماده نفسها. تمام. فدلوقتي الجزء اللي تحت اللي انا كنت عامل له الخطين بمثل بيه الجزء ده كده مش هيبقى موجود. تمام. ودي كلها هتتهشر، لان انا دلوقتي مشيت قطعت في الماده. مشيت انا بقطع كده، تمام، ماشي في ماده، بعد كده جيت هوا، بعد كده مشيت في ماده. فعشان كده عملت ادي تهشير الجزء اللي تحت ماتيريال، بعد كده مشيت في هوا سبتها فاضيه. تمام. بعد كده الجزء اللي فوق اروح جاي اعمل لها تهشير. انا كده خلصت المطلوب مني. ده السايد. تمام. ده لما يكون طالب مني القطع في الرسمه. احنا كده خلصنا الرسمه دي. نيجي نشوف تمرين تاني. تعال نشوف مع بعض تمرين تاني. عندي حاجة بالشكل ده كده. مهم جدا في الرسم ان انا اكون عارف انا بعمل ايه. لازم اكون عارف معنى كل خط علشان اقدر ان انا اعمل شكل او اعمل تصور مبدئي للرسمة بتاعتي. طيب، هو دلوقتي طالب مني ان انا اقطع في الجزء ده كده. لما التمارين اللي بيبقى طالب فيها قطع بتبقى اسهل كتير من الاستنتاج اللي هي المسقط الثالث، لان في حاجات احنا بنتغاضى عنها. لان في مستويات في الظهر ممكن انت اساسا تكون عاملها داش فلما تيجي تقطع القطع بتاعك مش هيخليك تعمل الداش ده. فانا دلوقتي هنستنتج ان في قاعده عندنا ان لما بتيجي تعمل تهشير لاي حاجه، تمام، لو في خطوط داش كانت وراها دي ما بتعملهاش. تمام كده. طيب تعالى نستنتج السايد بتاع الرسمه دي. نعمل خط 45، نجيب المستوى بتاعنا. تمام. هيظهر لي حاجه بالشكل ده كده. في عندي هنا عصب. تمام. في خطوط داش. ده لو انا بستنتج السايد. تمام. انا دلوقتي بستنتج ايه؟ السايد. طبعا احنا عرفنا بنستنتجه ازاي والكلام ده كله. في هنا خطين داش بتوع الدايره كملها للاخر. تمام. طيب دلوقتي
احنا عايزين نقطع ده السايد احنا عملناه خلاص. دلوقتي عايزين احنا نقطع في الاليفيجن، عايزين نقطع في الاليفيجن ونحط في السايد، ونقطع في البلان ونحط في الاليفيجن. تمام. فانا بمشي مع اتجاه السهم اللي هو بيقول لي عليه. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ هقطع في البلان، تمام، واحط في الاليفيجن. طيب لما اجي اقطع في البلان هقطع في المستوى ده كله، نص الرسمه. حلو. طيب هاجي همشي، يبقى السهم طالع لفوق، يبقى انا الجزء اللي تحت ده هشيله خالص ماليش دعوه بيه، واكمل مع الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق هنيجي نبص كده، هنمشي في اول حاجه، تمام، هنا هتلاقيها هوا، تمام. طيب بعد كده خط الداش ده اروح جاي عامله سوليد، ان احنا قاطعين. قبل ما نقطع ما كانش باين، بعد ما قطعنا فهو اصبح باين، لان خط الداش ده بيمثل لي النقطه دي. تمام. طيب انا الاول قطعت في هوا، بعد كده مشيت في مد. طيب المادة دي هروح جاي عامل فيها تهشير. طب قبل ما اعمل التهشير هعرف التهشير بتاعي ماشي، الاجزاء بتاعتي ماشية ازاي. تعال نكمل الاول، نشوف الخط. قطعنا هو هنقطع هنا في الدايرة، تمام، او في الثقب ده. فالخط الداش هيبقى سوليد، والخط الداش ده هيبقى سوليد. تمام. طيب هنكمل قطع كده، هنمشي في عصب. طيب العصب دي قاعدة، ان احنا دلوقتي العصب ده بيمثل لي حاجه، او يعني عامله زي الدعامه بتمسك ما بين مستويين، مستوى افقي ومستوى راسي. تبقى حاجه عامله زي المثلث كده، بتبقى ماسكه ما بين المستوى الافقي والمستوى الراسي. تمام. فانا دلوقتي عندي القاعده بتقول لي ايه؟ ان انا لو جيت قطعت في العصب ده، لو جيت قطعت في العصب قطع بيوازي، لو انا اعتبرت ان الخط ده الوتر، لو انا قطعت في العصب بخط يوازي الوتر، تمام، يبقى انا مش ههشر في العصب. تمام. اما لو جيت قطعت بمستوى بالشكل ده كده، لما اجي ابص عليه في البلان هيبان لي كده، هيبقى فيه تهشير، يبقى انا هشر الجزء ده. تمام. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقطع بمستوى موازي للوتر بتاعي، يبقى انا مش ههشر في العصب. اما لو جيت قطعت بمستوى افقي، تمام، يبقى انا في تهشير في العصب، وهيبقى فيه جزء فاضي عندي. طيب احنا تعالى هنا نشوف القطع بتاعنا موازي للوتر. تمام. لا، عرفت منين؟ انا لو جيت رسمت ايزومتريك هيظهر لي بنفس الشكل اللي انا راسم فيه كده، والقطع بتاعي قطع من النص، فالخط بتاعي موازي للوتر. فانا دلوقتي قطعت موازي للوتر بتاع العصب، فدلوقتي مش ههشر الجزء ده. فالتهشير بتاعي بقى هيبقى من اول خط السوليد اللي انا عملته هنا ده، تمام، زاويه 45 على الجزء ده كله. بص بقى هنا، جزء الحته دي كلها انا جيت هنا ايه اتلخبطت فيها. الجزء ده قطعت فيه والجزء ده قطعت فيه، يبقى الاتنين هيتفتحوا على بعض. واعمل التهشير كده، او اكمل التهشير بتاعي. تمام. وهنا الجزء ده والجزء اللي تحت، الاتنين هيتهشر فين؟ يبقى انا هفتح الحته دي، تمام، واروح جاي اعمل تهشير كله على بعضه. تمام. في عندي الجزء ده تمام كده، ماشي. في الخط ده طبعا مش هيبقى موجود، عشان ده الثقب ده نافذ للاخر. طب لو جينا نرسم له ايزومتريك عشان نوضح بيه برضه التهشير بتاعنا كان ازاي، او القطع بتاعنا، لو جينا عملنا خط كده،
سريعة كده بس عشان نوضح بيها اللي احنا عايزين نقوله. ده الشكل لما جينا قطعنا فيه بقى ظهر بالشكل ده كده. فانا دلوقتي الجزء اللي انا قطعت فيه اللي هو الجزء ده كله، تمام، هنا كان في خط قبل ما اقطع، كان في خط هنا قافل، فلما جيت قطعت بقت دي كلها مفتوحه على بعضها، والثقب ده هوا فانا سايبه فاضي، تمام، ظهر لي الشكل ده كده. العصب قلنا ان انا لما جيت قطعت القطع بتاعي كان موازي للوتر، فعشان كده ما هشرتش فيه، تمام. ده رسم توضيحي للشكل بتاعنا اللي احنا قطعنا فيه. طيب نشوف حاجة تانية، اللي هي المطلب التاني كان عايز القطع بقطع في الاليفيجن وببص في السايد. طب انا هقطع في الاليفيجن، هقطع في الجزء ده كده، تمام، في النص بالظبط. اللي انا كنت عامله ده كان استنتاج السايد، تمام. طيب تعالى نشوف هنقطع في الاليفيجن في السايد ازاي هيظهر لنا، هنقطع في الاليفيجن وهيظهر لنا في السايد ازاي. اولا لما اجي هقطع في الاليفيجن هشوف الجزء ده، تمام، زي ما هو، بس الخطين السوليد دول اول حاجه هنا كنت بشوفها العصب، فانا قطعت في الجزء ده، يبقى السهمين رايحين كده، يبقى الجزء اللي ورا ده انا مش هشوفه، هرميه خالص، انا كل تعاملي مع الجزء اللي هو اللي رايح السهم، تمام. فانا دلوقتي كنت عامل عصب، فالجزء اللي انا عامل فيه العصب ده، العصب مش هيبان اساسا، مش معايا، تمام. طيب الثقب ده كنت عامله داش، فانا دلوقتي هعمله سوليد، تمام، ونافذ لغايه الاخر. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الخطين الداش دول انا كنت عاملهم علشان في مستوى ورا، اللي هو النقطه دي في خط كده ورا ماشي بطول الجسم، وفي اليمه التانيه كان زيه خط ماشي بطول الجسم برضه، فانا كنت عاملهم لما كنت بستنتج السايد. انما انا دلوقتي ههشر، فمش مفيش داعي ان انا اعملهم اساسا، فالقطع بتاعي هيبقى في الجزء ده كده، في نص الدايره بالظبط، فاللي هيبان اللي هيتقطع عندي المستوى اللي تحت الجزء ده كله. اعمله بالاحمر عشان يبان. ده السندر لاين، تمام. مش ضروري بقى ان انا اعمل الخطوط الداش دي، لان بص الخط الداش مكمل في التهشير، فانا ما عنديش تهشير بعمل فيه داش، فبالتالي انا اساسا كنت همسحه قبل ما اعمل التهشير. فعلشان كده شوف، لما تيجي تستنتج المسقط بالقطع بيكون اسهل من استنتاجه كمسقط تعامل، لان في حاجات انا بتغاضى عنها. يبقى كده ده الشكل بتاعي اللي انا بمثل فيه القطع بتاعي في السايد، تمام. انا لو جيت مثلتها كده على الرسمه دي، انا كنت قاطع هنا، تمام، ومستوى كده، طبعا كانت رسمه متكمله، فانا شفت قطعت في الجزء ده، وفي جزء تاني جنبه هو ده، عشان كده ظهر لي جزء على الشمال كده وجزء هنا على اليمين. كده نكون خلصنا التمرين ده. نخش على حاجه تانية. طيب تعالى نشوف بقى تمرين أصعب شوية.
تعال نتخيل الشكل مع بعضينا الاول، نيجي نحلل كل خط في الرسمه. تمام. فانا هشوف هنا هلاقي في دايره عندي في الاليفيجن. تمام. هو ممثله في لا ده في الاليفيجن، لما جيت بصيت عليها ببص عمودي، جيت بصيت عليها ظهرت لي دايره. اما لما جيت انا دلوقتي في الاليفيجن بصيت عليها ظهرت لي دايره، وانا دلوقتي مستنتج وفاهم في اعتقادي ان الدايره دي واخده مستوى كامل. بس لما جيت بصيت عليها في الطب او في البلان، ببص لقيتها ان الدايره دي او الثقب ده واخد جزء هنا صغير، وبعد كده في فراغ، وبعد كده جزء صغير. عشان كده بقول لك لازم تستخدم المساقط كلها مع بعض. يعني ما ينفعش تستنتج رسمه من مسقط واحد، لازم تربط كله ببعض. فهلاقي ان هو ممثل لي بخطين داش وسنتر لاين ما بينهم، وفي عندي هنا خط داش ده امتداد للخط اللي تحتيه ده. تمام. في كمان عندي دايره او ثقب نفس الموضوع، لما جيت بصيت عليها من الطب حسيت، كنت يعني في اعتقادي لو انا مش معايا الفرونت، في اعتقادي ان الدايره دي او الثقب ده ماشي مع الجسم كله. بس لما جيت بصيت عليه من البلان من الاليفيجن، ببص لقيته ده هو واخد مستوى تحت ومستوى فوق، وفي ما بينهم هواء. تمام. عشان كده لازم تربط كل المساقط ببعضها. تمام. ويكفي ان انت عشان ترسم ايزومتريك اساسا ان يكفي مسقطين بس، يعني مش لازم يبقى معاك الثلاث مساقط. في الخط الداش ده ممثلهولي بالخط اللي هو السوليد ده. طيب تعالى بقى، هو عايز يقطع في الشكل، عايز يعمل قطع هنا في البلان، وعايز يعمل قطع في الاليفيشن. تمام. طيب تعالى الاول نعمل استنتاج بس بسيط كده للايزومتريك بتاع الشكل ده، علشان انت تحس ايه، عشان يوضح ليك بس الامور شويه. تمام. فانا لو جيت عملت كده نعلمك حاجه سريعه كده، ان انت مثلا ايه، ابدا من الشمال. هبص هلاقي في مستوى هنا دايره ومستوى دائري. تمام. وفي عندي مستوى تاني واخد شكلين، فلما يجي يظهر لي هنا هيظهر لي بالشكل ده كده. من كده مثلت اهو ده الشكل الايزومتريك بتاعي. تمام. كده انا مثلت الايزومتريك بتاع المسقطين دول. لما تيجي ترسم ايزومتريك بايدك كده مثلا، حاجه سريعه تسترشد بيها، بعد ما بترسم حاول ان انت تطبق، تقارن اللي انت رسمته بالمساقط اللي عندك عشان تتاكد انت رسمت صح ولا غلط. يعني لما تيجي تبص، اعمل اكنك بتعمل ايزومتريك جديد وانت بتطلع المساقط، وشوف وقارن المساقط اللي انت تعملها بالمساقط اللي موجوده. تمام. فلما تيجي تبص على الفرونت، تمام، هيبان لك دايره وفي مستوى انحناء اهو، بعد كده في خطين ومستويين. تمام. فهتلاقي لما تيجي تبص عليها، هتبص هتلاقي في دايره اهي، وفي الانحناء اللي احنا اتكلمنا عليه، وفي خطين هنا او الجزئين اللي احنا قلنا عليهم وما بينهم فراغ. تمام. طيب لما تيجي تبص عليها من فوق، هتبص هتلاقي في انحناء هنا وثقب، وفي جزئين هنا وفي ما بينهم فراغ بتاع هنا البلان. هتبص هتلاقي في دايره اهي، وفي انحناء هنا، وفي فراغ، في جزء هنا وجزء هنا، وفي ما بينهم فراغ. تمام. يبقى انا كده مثلت الايزومتريك بتاعي مظبوط. طيب اجي دلوقتي ابص على
احنا دلوقتي عايزين نقطع في الايزومتريك بتاعي، او نقطع في المساقط بتاعتي. انت طبعا هيكون مديك المساقط في الامتحان، لما تيجي يجي لك مسألة في الامتحان بيكون مديك المساقط بتاعتك. مش بيطلب منك ان انت ترسم ايزومتريك، يعني هو بيديك المساقط ويقول لك هات لي السايد مقطوع فيه، او تقطع في السايد وتقطع في الاليفيشن. فانا دلوقتي هبدا مثلا اول حاجه هو طالبها مني ان انا اقطع في البلان واحط في الاليفيشن، فاشوف اتجاه السهم رايح فين. فاتجاه السهم طالع لفوق، يبقى انا الجزء اللي تحت ده هرميه وابص الجزء اللي فوق. طيب الجزء اللي فوق اتفقنا ان اي خط داش هشوفه سوليد، فانا عندي خطين داش هنا هعملهم سوليد، تمام، وهنا خطين داش هعملهم سوليد. حلو. طيب وعندي كمان خط داش اهو هعمله سوليد. نيجي بقى دلوقتي نسأل، احنا بعد ما عملنا كل خط داش سوليد، طب ههشر التهشير بتاعها هيبقى فين؟ احنا اتفقنا ان احنا بنيجي نمشي كده، ادي بنمشي مع الرسمه، بنفضل ماشيين كده. انا قطعت في ماده، بعد كده مشيت في هواء، بعد كده في ماده، لغايه ما وصلت هنا، بعد كده هواء. الوصول بتاعي هنا بيمثل لي اللي هو الخط اللي كان هنا داش وانا عملته سوليد. فدلوقتي اصبح ان انا اول حاجه ماده، فاروح جاي اعمل التهشير بتاعي علشان انا قطعت في ماده، يبقى انا هعمل تهشير في الجزء ده كده والجزء ده هنا. بعد كده هواء اللي بيمثل لي الثقب ده، بيمثلوا لي خطين داش ما بينهم سنتر لاين. بعد الدايره مشيت في ماتيريال، اروح جاي اعمل تهشير لغايه فين؟ لغايه الخط اللي انا وصلت ليه، قلت هوصل لغايه الخط ده هنا، تمام، واروح جاي عامل امتداد ليه، ده النهايه بتاعتي، لان بعد ما مشيت بعديه كنت ماشي في هواء، تمام، اهو اللي بيمثل لي الجزء ده كده. طيب يبقى انا كده خلصت التهشير بتاعي في الاليفيشن. طيب تعالى للسايد بقى نستنتجه الاول. انت هنا في السايد لما تيجي تستنتج السايد بتاعك في الرسمه دي، في خطوط داش كتير ممكن تلخبطك، فانا مش عايز اعملها علشان ما تتلخبطش. فاحنا تعالى نجيب السايد بتاعنا بالقطع بتاعه على طول. فانا هحاول اعمل اول حاجه خط 45 زي ما اتفقنا قبل كده، بقت خطوات محفوظه خلاص، ونعمل المستوى بتاعي او المكان بتاعي، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اقطع في الاليفيشن، هقطع، نشوف الاول انا هقطع منين. هقطع من الجزء ده واروح جاي اعمل، يبقى الجزء الصغير ده هو اللي هرميه وبقيه الشكل هو اللي هيفضل. فانا هقطع هنا من نص الثقب بالظبط، يعني بيمثل لي ان انا هقطع في نص الثقب بالظبط، بقطع بالمستوى كده. طيب انا لو جيت تخيلتها، ايه اللي هيظهر لي لو انا جيت قطعت المستوى ده كده؟ هيظهر لي حاجه بالشكل ده كده. يبقى هو ده الجزء اللي هيظهر لي. يبقى انا كده دلوقتي التهشير بتاعي هيبقى في المربعات الصغيره اللي فوق ده دي، تمام. بقيه الجسم بقى ماليش دعوه بيه. فانا دلوقتي عشان امثل المستوى اللي هو الجزء ده، لما اجي اشوفه اظهر لي خطين كده، تمام، وفي عندي 4 مربعات، 4 مربعات هيظهروا لي، هم دول اللي انا ههشر فيهم. ده السنتر لاين بتاعي، وده التهشير اهو. بعد كده بقيه الرسمه ماليش دعوه بيه، اي حاجه تظهر داش، اي حاجه تكون مستخبيه مستوى مش موجوده، في خط هنا داش اعمله مش عارف ايه، ماليش دعوه بيه، لان انا دلوقتي بجيب
التهشير. عشان كده كنت قلت لك قبل كده ان لما بتيجي تجيب بيطلب منك قطع في الرسمه بيكون اسهل كتير من انك تستنتج مساقط، لان بيبقى في حاجات انت بتتغاضى عنها ومش بيكون لازم ان انت تعملها. كده ده احنا كده خلصنا الحاجات اللي هو كان طالبها في الرسمه دي، وبكده نكون خلصنا موضوعنا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده باذن الله. ونصيحتي ليكم حاولوا ان انتوا تتدربوا كتير على الموضوع ده، وبلاش موضوع اليأس اللي انتوا دايما يعني على طول في يأس عندكم، مش فاهم ليه. يعني ربنا كبير، يعني اتعب واعمل اللي عليك وحاول ترضي ربنا وخليك قريب من ربنا، وان شاء الله ربنا هيجازيك وهيديك على قد تعبك بإذن الله. واتمنى لكم التوفيق، وده كان كل حاجة بإذن الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.